اليوم الأخ بيبي ميلود. اليوم جيتكم في مستشفى قصر الشلالة، المستشفى العمومي الاستشفائي الشهيد الجلالي بن عامر، مستشفى الجلالي بن عامر، مستشفى كبير في قصر الشلالة. جيتكم نتكلم على ما عندناش حنا في قصر الشلالة الولاية الجديدة هذه، ما عندناش طبيب مختص في أمراض العصبية، طبيب مختص في أمراض العصبية، أمراض النفسية، لمتابعة المريض، لمتابعة المريض. ما عندناش يخصنا طبيب نتاع كما نقولوا حنا مهابل، ما عندناش في قصر الشلالي فهمتني مختص في الأمراض النفسية، ما عندناش. باش نخاطبوا رسالة لوزير الصحة باش يدير لنا يجيب لنا طبيب خاص تاع المريض تاع المهابل، ما عندناش. وخصنا يكون داني الأمراض الذهنية للمهابل والمرضى، ما عندناش في قصر الشلالة. كاع يكون كبير سونتر فيه تاع حتى واحد، فيه الأمراض العصبية، أمراض النفسية، كاع خاص بالمريض اللي مريض عقليا، ما عندناش في قصر الشلالة. الولاية الجديدة، والولاية الجديدة راها مع ولاية جديدة إن شاء الله راه يجورها دوائر، وهذو قاعتنا راه ما عندهمش هذا المرض. هذا المريض يعاني باش يطلع للجزائر ولا يطلع لوهران بعيد عليه. لازم يخصنا ايكول، نخاطب وزير الصحة يدير لنا ايكول كبير في قصر الشلالة، يخصنا لمساعدة المريض، فهمتوني؟ نخاطبوا لمساعدة المريض، نقدموا رسالة لرجال الصحة ووزير الصحة. ان شاء الله يا رب العالمين توصل لوزير الصحة، وان شاء الله يا رب العالمين تكون كلامي واضح. ان شاء الله يكون هذه راه جات من عند ناس مختصين في الصحة ومع امراض ناس مرضى. انا راني درت هذا الفيديو باش ان شاء الله يوصل. ناس راها تعاني، وخاصة داني ناس باقية تداوي، خاصة الناس اللي تناول الحبوب ولا مخدرات. كاين اللي حاب يعالج ما لقاش وين يعالج وبعيد عليه لي سونتر منا ومنا. نحوسوا على سونتر هنا كبير يكون فيه مختص فيه جميع هذه الامراض لمساعدة المريض. ونشكر، نقدم كلمة لرجال الصحة كاع، نقول لكم بارك الله فيكم، وإن شاء الله المزيد من النجاحات إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا وإلى اللقاء.